هل الرنجة تنفع في الدايت؟ طبعا الرنجة تنفع في الدايت وتنفع قوي كمان. الرنجة اصلا من الحاجات اللي قيمتها الغذائية عالية جدا، تحتوي على نسبة بروتين كويسة قوي، تحتوي على فيتامين د، تحتوي على الاوميجا 3. فكل القيمة الغذائية بتاعتها دي لازم نستفيد منها. طيب هل الرنجة ايه مشكلة الرنجة بقى؟ ان الرنجة بتحتوي على كمية من الملح عالية شوية، فبتعمل على تخزين السوائل في الجسم، فعشان كده لازم ناكلها ويكون معاها حاجات بتساعد على نزول السوائل اللي في الجسم زي الكرفس والبقدونس، اخد مشروبهم بعدها او ادخل بقى الجرجير فيها. اهم حاجه لما اجي اكل الرنجه لانها بتبقى مشهيه وبتحس ان احنا بنستهلك منها كميات، ان احنا افضل وضع ليها ان احنا ناكلها على شكل سلطه رنجه، مش ان انا اكلها على بالعيش. لان اكلانها على شكل سلطه رنجه ان انا اعملها طبق كبير كده، احط عليه طحينه، احط عليه طماطم، خس، بقدونس، كرفس، احط عليه كل الحاجات دي، هيزود اول حاجه من قيمتها الغذائيه، هيمنع احتباس السوائل في الجسم وهتكون مفيده جدا. تاني حاجه عشان نقلل من احتباس السوائل في الجسم ليها ان احنا ما ناكلش معاها نشويات كتير. اكل نشويات كتير معاها هيساعد برضو على احتباس السوائل في الجسم، فهقوم تاني يوم احس ان انا منفوخ، لو لابسه دبله او خاتم مش هحس ان هو قادر ان هو يدخل في ايديا. فعشان كده نحاول ان احنا ناكلها عادي، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، بس ان احنا ما نكترش منها عشان خاطر محتوى من الملح. طبعا تاني حاجه لازم نكون عارفينها او تالت حاجه ان الحوامل الفسيخ والرنجه لازم ما ناخدهمش خلال فتره الحمل عشان خاطر التسمم وعشان خاطر الجنين بتاعنا يجي سليم وعافي. بس طيب في مشكله بقى اكبر، ان في ناس بعد اكل الرنجة او الاسماك عموما بتحب تاخد حاجه فواره، بتحب تاخد حاجه سودا، يعني بتحب تاخد بيبسي، 7 اب، الحاجات دي كلها. طيب افضل حاجه هنا بديله ممكن اخدها مكان البيبسي والكنز عامه والفيروز وكل ده هي المياه الفواره. لايه المياه الفواره؟ في ناس كتير قوي بتسال هي صحيه ولا لا. المياه الفواره صحيه ومعانا في الدايت ولذيذه جدا جدا جدا، لان هي بتعوضني عن الصودا. هي ببساطه عباره عن حاجتين، عن ميه وثاني اكسيد الكربون، عشان اللي هو بيديني الصودا. عشان كده لو جبت كوبايه ميه وقطعت فيها الليمون شرايح وحطيت فيها النعناع وشربتها وحطيت عليهم طبعا الميه الفواره، تديني على طول طعم ال7 اب، كاني شربت حاجه بيبسي بعدها او 7 بعدها. طب ليه هي اخدها هي، ولا مثلا اجيب يا دكتور بيبسي دايت او 7 دايت او الحاجات الدايت؟ لا، هي خيار صحي اكتر وينعش صحتي اكتر وهينعشني ويديني نفس التاثير اكتر من البيبسي، لان البيبسي فيه اسبرتام انما المياه الفواره ما فيهاش اسبرتام، عشان كده احنا بنفضلها اكتر من ده. لان حتى لو بس اهم حاجه طبعا ان احنا نجيبها مش باطعمه واللي هي زيرو كالوري، تكون كويسه جدا وممتازه معانا وتكون بديل، ومن وقت ما حابه اشرب منه يكون بديل صحي وما فيهوش متلجلج واخده بكميات ومش واخده بكميات، فاستخدمها وتكون حلوه خالص عشان خاطر الناس اللي بتحب تشرب حاجه فيها صودا بشكل يومي او الكلام ده. بس اهم حاجه ما اجيبهاش زي ما قلت فيها طعم او اللي هي فيها سكر، الكالوريز بتاعتها كتير. طيب ايه الفواكه التانية اللي ممكن استخدمها مع المياه الفواره وتديني برضو طعم حلو؟ اول حاجه عندك الرمان بيبقى حلو قوي 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 معاها، تحطي عليها رمان وبرده عود نعناع كده هتلاقيها طعمها جميل، او زي ما قلنا في الفيديو شرايح ليمون. ممكن تالت حاجه تحط معاها التوت برضو بيخليها طعمها خطير. ماشي، ممكن نستثني بس طبعا ما نعملش ده على طول ونحط كام قطعه جيلي كولا، ممكن تدينا طعم البيبسي شويه لو انا بحبها، تمام، او كنز او كده. بس ان انا احط معاها رمان هيخليها طعمها حلو قوي، ان انا احط معاها ليمون هتبقى كانها شويبس رمان، يعني الرمان ده هيخليها كانها شويبس رمان. وممكن اضرب الرمان كمان شويه واصفيه واعمله بس بيوريه، يعني اضربه بيوريه واخد المستخلص بتاعه واحطه عليه، تبقى خطيره. وهعملها معاكم في فيديو ان شاء الله واوريها لكم ازاي.